قصة اليوم قصة أشبه بالخيال، قصة طرقت فيها جميع الأبواب ولم يستجيب لها أي أحد، قصة مواطن ضد منظمة من الأطباء بأكملها، قصة تجعلك تموت في منزلك مطمئن على أن تموت في يد طبيب. إن كنت قد سمعت هذه القصة من قبل، خذ وعد مني أنك لو سمعتها 20 مرة ستظن أنك لأول مرة تسمعها. وقبل أن نبدأ القصة التي تقشعر لها الأبدان، لا تنسى إعادة النشر لكي تصل هذه القصة إلى جميع البلدان العربية ونحقق حلم صاحب القصة الذي تمنى أن تصل إلى آذان مستمع لمظلوميته. وبطل قصتنا لهذا اليوم هو جبران البازلي. في سنة 2018 عانت زوجة جبران البازلي من آلام الولادة، فتم أخذها إلى أقرب مشفى من منطقته في حجة، وهي منظمة أطباء بلا حدود التي يوجد مقرها الرئيسي في صنعاء شارع حدة. البازلي وصل على أساس إسعاف روتيني وبسيط، ويأخذ زوجته ويرجعها إلى منزله بكل أمان وسلامة. ولكن اللي حصل في هذه الليلة هو شيء لم يحصل في تاريخ الطب البشري منذ الأزل. تم أخذ زوجته إلى غرفة العمليات دون إخبار الزوج بأي خبر سابق، وهنا بدأت القصة. قاموا بعمل عملية قيصرية، وبعد الانتهاء من العملية تم نسيان العطب والقطن وأشياء داخل بطن المريضة، ومن قبل دكتور غير مختص بالنساء والولادة، ويقال أنه لا يملك حتى شهادة طبية. أخرجوها من العملية بوجه شاحب ونظرات صدمة من الزوج وعدة أسئلة لم يلقى لها أي إجابة. إيش اللي حصل وإيش صار ومتى وكيف؟ خذ بضاعتك خلاص روحها. وبعد فترة بسيطة بدأت مكان العملية بإفراز القيح الشديد، فقام بإسعافها، وهنا اكتشف أنه يوجد بداخلها بقايا شاش وقطن داخل جسمها، وطلبوا منه نقلها إلى مشفى آخر، فتم نقلها وعلاجها في أكثر من مشفى، وخسر أموال لم يتخيل بيوم من الأيام أنه سينطق بها. مجرد النطق حالته المادية أبسط مما تتخيله عينه. خسر أمواله وباع كل ما يملك بحدود 12 مليون ريال. وفي سنة 2021 قرر إلى اللجوء بعد الله سبحانه وتعالى إلى مجلس الأطباء، مجلس من يقال عنهم أطباء الرحمة، فقاموا بإصدار عدة توجيهات من مكتب إلى مكتب إلى مكتب ومن مكان إلى مكان، فيتفاجأ أن منظمة أطباء بلا حدود تمتلك محامي لم يدرس في كتب الشريعة والقانون معنى كلمة إنسانية. وبيوم من الأيام اجت سيارة هيلوكس أخذته من جانب طفله في الشارع إلى فوق الهيلوكس، وقاموا بربطه وقاموا بإخفائه لمدة شهر كامل عشان يلتزم الصمت والسكوت، وقاموا بأخذ جوالاته بأكملها. أنا أدري أنكم تظنوها مجرد فيلم خيالي، ولكن هذا واقع تقشعر له الأبدان حصل لهذا الرجل المسكين الذي لم يجد شكوى سوى حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدها خرج مناشدا لكل أبناء شعبه وأبناء جلدته، ونشر أكثر من 100 مقطع على صفحاته، ولكن لم يلاقي سوى وبعض اللايكات والنسيان أو شك